اشكرك يا استاذ شيماء. طيب ربنا يبارك في الوقت ان شاء الله يا شيخ اشرف. احنا وصلنا مدام حنان تصبر ان شاء الله وربنا يجزيها خير، لكن لو فضلت كده هي تسكت لغايه لما هو يقول لها ارجعي بالظبط، ما هي بقى هي مستريحه كده دلوقتي وربنا يصبرها. نعمه من استراليا. اولا انا بكون سعيد جدا بيجي لي اتصالات من خارج مصر وخصوصا من استراليا او الحتت البعيده دي، عشان نحب نكون متواصلين معاكم ودايما تقولوا لنا اوجاع الغربه هناك ايه ومشكلات المسلمين هناك ايه اذا حبيتوا تقولوا لنا، واحنا نحاول نتكيف معاكم ونقول كل اللي يرضي ربنا. هي بتقول كانت حامل في الشهر الاول، بعدين زوجها يعني مارس يعني كان في ضغوطات كتيره جدا فطلبت الطلاق، عملت عليه ستريس جامد لغايه لما طلقها. ايه موقف قال لها انت طالق وقع الطلاق. اذا كان قال لك انت طالق فقد وقع الطلاق، سواء كان ذلك بضغوط او بدون ضغوط. يعني ده مش تبع مش هو الطلاق باكراه. الاكراه اصل الاكراه المكره على هذا ان يكرهه سلطان، ان حد له سلطان عليه، لكن زوجته ما لهاش سلطان بالقوه. يعني لو دخل سلطان عليه نفسي. لا لو دخل عليه مثلا بوليس او قاضي او كذا او حد جامد قوي لو ما طلقش هيتحبس او هيقتل او هيتضرب او هيؤذى، لكن هي مش هتعمل حاجه من هذا الكلام. وعلى هذا فانه ما دام قد اطلق عليك وقال انت طالق فقد وقع الطلاق قولا واحدا. دي بالنسبه للاخت نعمه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح فيما بينهما، وله الحق بقى ان يردها مره ثانيه وهكذا. قول لي بقى لو كان الطلاق مكتوب، وضح للناس الحته دي، الناس تفهم شيء طلاق بائن او بعد جديد القصه دي. لا هو الطلاق ده هو 3 مرات، ان هو ان يبقى يعقد على هذا ان يقول لها انت طالق، فان قال لا انت طالق عقد ذلك او لم يعقده وقع الطلق، قال الثانيه وقعت الثانيه، قال الثالثه يبقى كده لا ترجع اليه الا بعد ان تتزوج رجلا اخر في زواج صحيح وعقد صحيح وتطلق في طلاق صحيح صريح. يعني ما يبقاش هو مطلقها عشان قدر الكلام ده كله. ادي كل قصه. لكن لو طلق مش محتاج يرجع للمأذون تاني. لا ما هو بيرجع للمأذون مش محتاج. لا يعني بعد الطلقه دي وانفصلوا كل واحد راح في حته خلاص لو انتهت العده، لو انتهت العده يبقى خلاص يبقى 3 أشهر و10 أيام او 3 قروء يعني 3 حيضات. اذا حصل الكلام ده وحضت 3 حيضات وهو لم يحدث او طهرت 3 أطهار على حسب خلاف الفقهاء، اذا حصل الكلام ده وهو لم يردها جاز لها ان تتزوج رجلا اخر، لكنه ان طلبها او انه قال ان انا عايز ارجعها في خلال هذه المده فهو اولى وبعولتهن احق ردهن، يبقى هو أولى أن يردها إليه من أن تتزوج رجلا آخر. وقال إزاي؟ غير يعني قال لمين؟ لازم يقولها هي؟ يبعت لها او يكلم حد او كذا او في بينهم ولاد والولاد بيروحوا بين الاب والام وفي امل لهذا الكلام او في حوار من هذا القبيل ان الزوج لو رغب في عوده زوجته المطلقه منه طلاق بينونه صغرى وليست بكبرى يبقى خلاص يبقى هي. طيب ام احمد ابنها زي ما حضرتك سمعت معانا كده شغله بيحتم ان زوجته واضح لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وانا انصح بالا تفعل ذلك حتى وان فصل من عمله. يا خبر ابيض. انا بقول دي حقيقه لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه حتى لو كان في تكيف مع الوضع يعني. لا طب معلش استحملني في معصيه الخلق استحملني اصبروا يعني ايه. فاكر لما حد من الصحابه تقريبا قال ياسر او حاجه زي كده وقال كلمه الشرك حتى على غير ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ايوه ايه الموقف بقى؟ ده كانوا رابطينه في الشمس وعمالين يحطوا له الحديد اللي هو محطوط في النار وعمالين يحطوه في صدره ويحطوه في بطنه وعمالين يقطعوا في امه ويقطعوا في جوزها وبيعملوا الكلام ده كده عينك قدام الدنيا كلها. طب ما هو ده برضه اكل. احنا في حد بيشتغل وإن مهنة مرموقة أو في الجيش أو في خلافه. أشوف ليس العمل هو مصدر الرزق، ليس العمل هو مصدر الرزق، وليس الجلوس في البيت هو مصدر الرزق، إنما مصدر الرزق في السماء. ما أقسم الله على أمر في القرآن مثل ما أقسم على الرزق، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. فالرزق قادم اشتغل في وظيفة مش عارف إيه ما اشتغلش فين. طيب حتى لو كان بس كل القصة إنها هتتصور صورة وبس وفي انترفيو يعني مقابله كده وبعد كده هي حره. هذه معاونه على الباطل. وانا حقيقه انا رايي انا لا استطيع ان اعطي تصريحا بهذا، لكن يمكنك انك تسال بعض الضيوف الاخت الكريمه بارك الله فيك. انت قلت رايك براحتك انا بناقشك مش لا انا قلت لا هي ممكن ترجع تاني حضرتك بكره وتسال حضرتك مع احد من العلماء اخرين ربما يجد لها حلا او يجد لها مخرجا. لكن راي حضرتك انه لا. رايي ان حضرتك ان هم يجمعوا كلهم على كده لعل هم اللي غيروا يعني دي حاجه غريبه فعلا. المال هم مراته يعني هو مش مطالب ان هو كمان مراتكم ما تكونش محجبه يعني. لا هو في نظام عام في هذه المساله. وبعدين المساله مش هي بتتكلم على مصر ومش القصه مش كده. القصه هم خارجين خارج البلاد فرايحين في اماكن معينه، فاحيانا بتكون التعليمات من الدول المستضيفه عشان ما كمان ما يبصلهمش بصمه. احنا في الاسلاموفوبيا اللي احنا
وانا عايزين نعمل حلقه حتى عن حرق المصحف وعن نعم. الاسلاموفوبيا اللي بيمر بيها المسلمين في العالم الحقيقه يعني. نعم. طيب لكن حضرتك ده رايك يعني ولازم نرجع أن يتمسك المرء دون دينه. ولذلك في الراجل المالك الروم لما جاب عبد الله بن جحش وقال له حط الناس قدامه رماهم في الزيت المغلي مره واثنين وثلاثه عشان يرجع عن دينه او يخرج عن دينه الى دين اخر، فاصر الرجل واب عن هذا. لابد ان يتمسك الانسان بدينه. اشكرك يا فندم. استاذه شيماء سالتك على شوف قد ايه امينه وجميله على جدتها ربنا يرحمها يا رب ومعها 100 جنيه. انا اعتقد لان مبلغ بسيط، فانا شايف ان هي عشان ما تخشش نفسها في موطن الشبهات وما الى خلافه يمكنها ان تتصدق بهذا المال، ثم بعد ذلك توزع نصفه على امها وعلى خالتها او حاجه كانه منها هي. لا تاني كده يعني 100 جنيه تصدق بيها كلها، تصدقت بيها كلها على روح جدتها، على روح جدتها. بعد كده يتبقى ان ده اصبح ميراث، فالام والبنت طب هي تسعى من جيبها بقى يعني ممكن تقدمهم على صوره هدايا او ما الى خلافه. بس 50 جنيه هتعمل 50 جنيه يعني 50 صدقه و50 جنيه و50 جنيه تديها لهم على نيه الهديه يعني عشان خاطر هي لو قالت احنا بنقفل باب الذرائع، يعني سد الذرائع مقدم على جلب المنافع، فهي لو قالت لا هيقعدوا يقولوا لها ده معاكي 100,000 ده 100 جنيه يا عيني ده كتر خيرها. اما لو كان مبلغا كبيرا فكان ينبغي عليها ان توزعهم. طيب يا رب ما اكونش نسيت حاجه. حضرتك تحب تختم لنا حلقتنا بايه ونصيحه سريعه كده للناس وانا اولهم عايز بعد اقول ان احنا دايما بعد رمضان انتهى حلاوه الايمان ولذه الايمان في رمضان، وعايز اقول ان بعد رمضان له لذه اخرى وله حلاوه اخرى وله امر اخر، فاحنا محتاجين الاكثار من الذكر والدعاء والابقاء على العمل لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ اشرف الفقي، كتر خيرك يا فندم على وجودك وعلى وقتك، وبشكركم احبائي. يا رب كنا قدرنا النهارده نقدم وجبه كده ايمانيه ووجبه كمان في التنميه البشريه في بدايه حلقتنا على الدكتوره ناهد. نشوفكم بكره بقى ان شاء الله كمان الساعه 4 العصر باذن الله، كل خميس وجمعه ان شاء الله نظبط ميعادنا الساعه 4 العصر. المسلمون يتساءلون. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.